السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة ياسمين هوم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد سلطة كتجي بنينة بزاف. غادي نخدموا فيها بالخضرة خضرة، يعني ما طيباش. كتعرفوا هذا النوع من السلطات كيكون صحي بزاف. لحقاش كنستافدوا من الفوائد ديال الخضر، وخصوصا بالنسبة هكذا العيالات البنات، يعني مهمة لهم هكذا هاد السلطة. هنايا عندي البصلة، بصله عاديه، بصله حمراء. عندي مطيشه، هنايا نص بصله، وهنايا مطيشه كامله، وهنايا خياره صغيره، وهنايا تقريبا واحد الخمسه ديال الوريقات نتاع الخس. استعملوا اي خس عندكم، يعني العادي ولا داك الاخر، المهم نتوما على حسب اللي كاين عندكم. هنايا قطعت كلشي دي بتي كوب. انا حيت غادي نديرها للفطور، هذاك الشيء باش قطعتهم بتي كوب. الا كنتو بحال هكا ملي كنبين نديرها انايا ملي كنبين نديرها في الغداء ولا في العشاء، المهم فاش كتكون معاها شي ملي كنديرها مع طبق، كنقطعهم شرائح طوليه، يعني دي جوليان، ما كيكونوش هكا بتي كوب. كتعرفوا دابا حيت في الفطور ما كنكونوش قادرين نمضغوا شي حاجه. المهم قطعتهم هكا قطيطات. حتى بالنسبه للخس راه قطعتو قطيطات صغار. غادي نحط هادشي كلشي في الطبسيل. وهاد الكميه هادي راه انا صايبتي كميه قليله، نتوما غادي تشوفوا منين غادي نحطها في الطبق ديالي، حيت غادي ندير معاها البيض وغادي ندير معاها حوايج اخرين. المهم هنايا البصله دائما تكون قليله، يعني ما تكونش تكون قل من المواد الاخرين، حيت باش هكا ما تجيش حاره. داكشي باش درت غير نصيص، والحوايج الاخرين درت منهم وحده وحده وحده. صافي غادي نحط هادشي كلشي في الطبسيل ونوريكم اش غادي ندير. هنا راه نسيت، راه كاين شي شويه ديال قزبور ومعدنوس قطعته هكذا، غير هكا، ما طحنتوش، قطعته حتى هو هي بالموس. ومن بعد نقول لكم اش غادي ندير، نحط هادشي كله في الصحن ونقول لكم اش غندير. المهم من بعد ما حطيت العناصر ديالي كلهم هنايا، غادي نزيد تقريبا واحد القطيرات صغيورين ديال الحامض، بحال نقولوا واحد نص معلقه صغيره حتى المعلقه صغيره. صافي. وشي شويه ديال الخل حتى هو قطيرات صغار. غنزيد شي شويه نتاع الملحه، ايوا واحد شويه على حسب الذوق، وشي شويه نتاع الابزار اللي بغى، اللي ما بغاش ما يديروش. صافي زدت دابا كاع المكونات اللي انا بغيت نزيد، غادي نخلطها غير هكا. على فكره تقدروا تزيدوا اللي عنده الفجل وكيبغي هكا المذاق ديالو، يقدر يزيدوا على هاد السلطه، بما انه تا هو كنقدروا ناكلوه خضر ما طايبش، فكنقطعوه نحاولوا نقطعوه رقيق هو بزاف باش ما يجيناش حار. والا درنا هذا، الا درنا في هذه السلطه الفجل، نزيدوا واحد العصره ديال الليمون، يعني البرتقال، تقريبا واحد المعلقه كبيره، لان الفجل كيكون شي شويه حار بزاف، ما كتقدروش انكم تاكلوا ما تقدروش زعما انكم تاكلوه. فزيدوا داك الليمون اولا البرتقال كيعطي المذاق ديال الحلاوه. ما بيش نقول لكم زيدوا السكر، لان السكر هكذا ما غاديش تبقى سلطه صحيه، ولكن زيدوا الليمون. انا مجرباها تندير غير الليمون، واخا زعما ما عنديش مشكل كنزيد السكر في الحاجه، ولكن جربتها بالبرتقال كتجي بنينه. وتا على فكره المذاق ديال الليمون عرفتي كيعطي واحد البنه، واحد شي حاجه هكا دو بليس للسلطه، احسن من انكم ديروا السكر. صافي المهم انا غادي هذا نقفل الفيديو هكذا، نحركها مزيان مزيان ونرجع لكم. المهم انا نسيت واحد الاضافه ما درتهاش، عاد فكرتها حتى بغيت نقدمها، هي واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون، هي معلقه صغيره، باش هكا دائما نبقاو في اطار صحي. واخا زيت الزيتون راه صحيه، ولكن الناس اللي كيديروا ريجيم ما خصهمش يكثروا منها، لانها فيها لي كالوري بزاف. فمعلقه صغيره بالنسبه لهذا الصحن هذا راه كافيه. والناس اللي كيديروا كما قلت لكم ريجيم، هاد السلطه هذه راه كتشوفوا راه يعني هي كميه قلال، ولكن عطاتنا كونتيتي زعما معقوله، يعني ما فيهاش لي كالوري بزاف. الناس اللي هكا بغاو يضعفوا، الا خداو هي هاد الصحن هذا راه غادي يحسوا بالشبع، يعني غادي يشبعهم بطبيعه الحال. زائد شي حاجه هكا ديال البروتين، اما صدر الدجاج، اما بيض مسلوق، المهم اي حاجه، ولا الحوت، راه غادي تشبعهم. كما قلت غير ينقصوا من الكميه ديال نتاع الزيت، يعني كما شفتوا درتي شويه، تقريبا معلقه صغيره ما يفوتوهاش، باش هكا ما يكونش عندهم الوجبه فيها لي كالوري بزاف. وصافي المهم السلطه ديالنا ها هي راه وجدات.
انا غادي نوريكم الطبق النهائي، حتى غادي نديرها من بعد في الطبسيل، غندير معاها لومليت كوجبه افطار هكا باش تاخذوا فكره. اللي ما بغاش يدير زيت الزيتون يقدر يدير الزيت ديال لافوكا. الزيت نتاع لافوكا راه ما فيهاش لي كالوري بزاف، تقدروا ديروا منها حتى المعلقه كبيره ما كاينش مشكل، حيت ما فيهاش سعرات حراريه، فتقدروا تخدموا بها وكذلك كتعطي واحد النكهه زوينه للسلطه. الشكل النهائي ديال الطبق ديالي اولا ديال وجبه الافطار اللي درت هي هكا. المهم درت من هذيك السلطه اللي حضرت تقريبا درت منها واحد جوج ديال المعالق كبار. راه داك الصحن يعني راه كيخرج لكم كميه مزيانه. صافي درت هنايا اومليت عادي يعني بالبيض وشويه ديال الزيت، ما كثرتش عاود الزيت باش هكا ما يكونش عندي سعرات حراريه كثيره. صافي وحطيت شويه ديال الجبن، هذاك اللي كتشوفوا تما الجبن، ومن طبيعه الحال جوج ديال لي طرونش نتاع البان دومي حتى هو باش غادي ناكل هذاك البيض وداك الجبن. الوجبه كامله هذا الطبق اللي كتشوفوه بلا خبز فيه تقريبا 196 كالوري. هادشي كيبقى على حسب شحال ديال الزيت نتوما اللي درتو في السلطه وشحال ديال الزيت طيبتو به البيض. وبالنسبه اللي غادي يزيد معاه داك جوج شرائح نتاع الخبز اللي هما 50 غرام، كتولي الوجبه فيها 300 كالوري. كتعرفوا ان الخبز كيحتوي على سعرات حراريه كثيره. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى.